ازيك يا عزيزي يا اهلاوي؟ ماتش مستفز انا عارف ويحرق الدم ونتخطف بالاربعه بنفس الطريقه تقريبا ما حصلت قصاد ريال مدريد. طب كنا بنقول هناك ده ريال مدريد وبطل العالم واول مره نقابله وماشي يا عم عملنا اداء حلو. انما فلامينجو مش هتقدر تقارن الكوره في افريقيا بالكوره في امريكا اللاتينيه، بس مش ده الفريق اللي اخسر منه اربعه، مش ده الفريق اللي اخسر منه اصلا. انا هنتكلم على الماتش وندردش فيه شويه، ولو اول مره تشوفني يا ريت تشترك في القناه وتفعل زرار التنبيهات، اما لو كنت على الفيسبوك فيا ريت تضرب لايك وشير. بدأ الماتش النهارده قصاد فلامينجو والاهلي كان سيء جدا تقريبا معظم الشوط الاول. نص ساعه من الشوط الاول الاهلي مش موجود وما عملش ولا هجمه واحده تقريبا. ليه بقى ده حصل؟ من وجهة نظري سببين. السبب الاولاني ان مستر كولر غير 6 تغييرات فجأة على التشكيل اللي بدأ بيه ريال مدريد. الناس اللي بدأت اللقاء النهارده لاول مرة خالد عبد الفتاح وطاهر محمد طاهر، ودي الجبهة اليمين كلها اللي احنا كنا عمالين نشيد بيها، ومحمد هاني وحسين الشحات والجبهة اليمين بتنافس الجبهة الشمال. النهارده انت طيرت الجبهة اليمين كلها باتنين اول مره يلعبوا مع بعض. بدات في مركز 10 ببيرسي تاو، واول مره تستخدمه في المكان ده. مستر كولر استخدم بيرسي تاو قبل كده كمهاجم صريح او كوينج، انما ان هو يستخدمه كبديل لقفشه اول مره نشوفها. حمدي فتحي مع مروان عطيه اول مره نشوف برضو الثنائيه ديت. حمدي فتحي ما كانش بدا الماتش اللي فات، ومروان عطيه اول مره ياخد ماتش كامل. ياسر ابراهيم ورا مع محمد عبد المنعم. انا فاهم ان النادي الاهلي اكتر فريق لعب ماتشات في بطوله كاس العالم للانديه، وان الراجل باصص على افريقيا، وان الراجل كمان باصص ان مدينه المركز الثالث النادي الاهلي عملها قبل كده، فالانجاز هو ان انت كنت توصل النهائي وما حصلش. بس برضو ان انت تغير 6 لعيبه مره واحده، يعني نص الفريق، دي لوحدها كفيله ان انت تلاقي مفيش تجانس بين اللعيبه في الملعب. فده اول سبب، والسبب الاهم. السبب الثاني ان اللعيبه بقى اللي ما اتغيرتش، اللعيبه دي تقريبا واخده البطوله من اولها، زي الشناوي وعلي معلول ومحمد عبد المنعم. اللعيبه دي فعلا عندهم ارهاق بطريقه انت مش متخيلها. كل يومين 3 ماتش، وماتشات على مستوى عالي جدا ما تقدرش تقارنها بماتشات افريقيا. فبالتالي ده انعكس على ايه؟ على الحضور الذهني للعيبه دي، وكمان على منظومه الضغط اللي كان بيحاول يطبقها مستر كولر. في احيان كتير من الماتش ما كانتش قادره تمشي معاه، لان لما كان في خط بيضغط الخط اللي وراه ما بتلاقيهوش، فبالتالي فكره استرجاع الكوره بسرعه ما كانتش موجوده النهارده. وده السبب الثاني اللي خلى الموضوع يبان صعب. في برضه سبب ثالث كده، بس ده سبب نفسي شويه. انت خسرت قصاد ريال مدريد، انما الناحيه التانيه فلامينجو خسر قصاد الهلال. بالنسبه لفلامينجو اكيد كان شايف ان هو ماتش مضمون، ان هو ممكن يوصل النهائي لو كسب الهلال، وما حصلش. وبالتالي زي ما نقول كده فلامينجو كان جاي مجروح اصلا وحالف ان هو ياخد الميداليه دي. ورغم كده النادي الاهلي بعد نص ساعه اتحول لفريق تاني، وكنا ممكن نكسب الماتش بسهوله 3 و4. انما في قاعده في الكوره كلنا عارفينها من واحنا عيال صغيرين، ان اللي بيضيع بيقبل، وانت ضيعت كتير قوي، فما تزعلش من النتيجه. في الدقيقه 7 علي معلول يلبسنا ضربه جزاء نتيجه الارهاق. الزحلقه وضربه الجزاء دي لان علي معلول فعلا منهك جدا عشان يتقدم فلامينجو في اول 10 دقائق 1-0، ومن بعدها فلامينجو دايس وماسك الكوره ومستحوذ على الماتش، ولكن ما كانش فيه برضه الخطوره اللي انت ممكن تقول يعني ايه ده مقطعنا، بس ماسكين كوره علينا ومش مخلينك عارف توصل حتى لمرماهم. تخيل ان اول كوره خطر لينا هي من فاول لمعلول في الدقيقه 32 على راس حمدي فتحي، يحطها وحشه جدا، رغم ان حمدي فتحي من اللعيبه المميزه جدا في الضربات الرأسيه. لكن نستنتج من الكوره دي ان الفريق ده في الضربات الثابته على قد حاله، سواء من خط ظهره او حتى من حارس المرمى بتاعه. وده فعلا اللي حصل. جالنا كام كوره ثابته كده كانت شكلت خطوره بشكل كويس جدا. وفي الدقيقه 37 من ضربه ركنيه يرفع علي معلول حلوه جدا، اللي كان متخصص طبعا في الكرات الثابته، عشان يخش احمد عبد القادر يحط جون التعادل، ونبدا نشم نفسنا ونرجع تاني للماتش. الشوط الاول كان ظاهر بشكل كويس جدا خالد عبد الفتاح، لعيب واثق من نفسه ومش خايف، رغم انه اول مره يلعب كاس عالم للانديه وما بقالوش كتير مع النادي الاهلي. وعلى العكس تماما محمد الشناوي ما كانش موجود في الماتش تقريبا، وكان هيلبسنا جون تاني في الشوط الاول لما اترفعت كرة كده بالونه، بدل ما يطلع يمسكها وقف مكانه، والراجل بتاع فريق فلامينجو حطها، ولكن ربنا ستر. والمتابعه على الكرة دي كانت ممكن تلبسنا الجون التاني بمنتهى السهوله. يخلص الشوط الاول 1-1، ويلا بينا على الشوط التاني. مع بدايه الشوط التاني استغليت صحوتك اللي عملتها في نهايه الشوط الاول او اخر ربع ساعه، والاهلي نازل ضاغط وعامل شكل كويس جدا، وخالد عبد الفتاح كان بارز جدا دفاعا وهجوما. وربنا يكرمك كده عشان سعيك في الدقيقه 55 تيجي ضربه جزاء لمحمد شريف، عشان تيجي لك فرصه عمرك ان انت تتقدم في بدايه الشوط الثاني 2-1، يخش علي معلول يحطها برعونه شديده جدا ملهاش اي 30 لازمه يا علي بخبرتك دي ان انت تضيع كوره زي دي. ده حتى الحارس ما صدهاش، ده مسكها، ده انت بتمرن يا راجل. عموما علي معلول من اللعيبه اللي استنزفت فعلا ذهنيا طول البطوله، ولسه راجع يكمل في افريقيا. وعلي معلول بشكل عام عامل بطوله كويسه، فرصيده يشفع له ان هو يغلط الغلطه دي. كلنا بنغلط. علي معلول بالمناسبه ما كانش وحش الماتش ده، مش عشان جاب علينا ضربه جزاء وضيع ضربه جزاء فنقول ان هو كان وحش، لا. علي معلول شكل جبهه حلوه جدا مع احمد عبد القادر، اللي كان فيها سن التفاهم اكتر من الجبهه اليمين
ان اللعيبه دي جديده على بعض فيها، وبالتالي بدات انطلاقات بقى علي معلول مع احمد عبد القادر، وكور حلوه ولمسات وتكتيك كده يحصل بين الاثنين، واحمد عبد القادر يحط جون حلو جدا جدا، الجون الثاني ليه الشخصي في الماتش، والجون التاني للنادي الاهلي عشان نبقى النتيجه 2-1، وبعديها نكمل برضو الضغط، وعلي معلول يعمل واحده ارضيه لورا لبيرسي تاو، كربونه من اللي حصلت لمجدي قفشه الماتش اللي فات مع ريال مدريد اللي عملها له حسين الشحات، والمره دي على شمال بيرسي تاو وبرضه يحطها في السماء. انا مش فاهم والله ايه الحكايه. كان ممكن اول ربع ساعه في الشوط الثاني تبقى انت متقدم 4-1، يعني لو ضربه الجزاء دي جت مع جون احمد عبد القادر مع شوطه بيرسي تاو، ادي النتيجه 4-1، كان الماتش خلاص خلص وانتهينا وخدنا ميداليه. بس زي ما بنقول اللي بيضيع بيقبل، وما تلومش حد هنا، ما تلومش ان الحكم حسب عليك ضربتين جزاء، ما تلومش اي حد غير نفسك. لسه اتقال والتقيل جاي كمان. في الدقيقه 64 يطرد خالد عبد الفتاح. انا شخصيا شايف ان الكره مش طرد، مبدئيا الراجل مش رايح وشه للجون، متطرف شويه. النقطه الثانيه هي ما فيهاش تعمد ولكن فيها اهمال، كفايه عليها قوي انذار. اللي حصل يا باشا، بعد ما يطرد خالد عبد الفتاح في الدقيقه 73 يجي لنا انفراد لمحمد شريف لعبها له احمد عبد القادر حلوه جدا. انت والجون بقى يا راجل، يا تحطها من فوق الجون، يا ترقصه وتجري بسرعتك، يا تعمل اي حاجه غير اللي انت عملته ده. مش قادر افهم ان لعيب مستوى اول في الاحتراف ويشوط الكره وخلاص، لا هي في زاويه ولا هي جامده ولا في اي حاجه. فينش حزين يفكرنا بكولر لما كان قاعد بينتقد الاثنين مهاجمين اللي عنده، ويفكرنا برضو بباب الانتقالات اللي قفل من غير ما نجيب للراجل الصفقه اللي هو عايزها، المهاجم اللي محتاجه ده. احنا كنا 10 لعيبه لسه والنتيجه 2-1، كانت هتبقى 3-1 وتخلص على الفريق اللي قدامك معنويا. المهم ان بعد الكره دي بدقيقه يسحب على طول محمد شريف كانه بيقول له حرام عليك يا اخي، وينزل محمد هاني عشان يرجع يلصم الباك اليمين اللي اتطرد، ويودي بيرسي تاو قدام كمهاجم. لسه كل ده السيناريوهات المضحكه ما خلصتش. في الدقيقه 76 محمد الشناوي افتكر نهايه الشوط الاول كده لما كان هيلبسنا جون تاني من غير اي حاجه، وما توفقش فيها، فحلف بقى الشوط الثاني ان هو يلبسنا جون تاني. كره سهله جدا اوفر، بدل ما تطلع في نص الناس وتاخدهم كلهم بالبوكس وترميها على نص الملعب، بتمسك ايه؟ تقع من ايده، ولما يكون ناشئ صغير والكره تتحط من فوقيه لوب، جون سخيف جدا. والله دي بجد الحاجات اللي تحرق الدم. 2-2 وانت ناقص 1 ومضيع كور قدام، فخلاص بقى. وفي الدقيقه 81 ضربه جزاء على محمد هاني، انا شخصيا مش شايفها ضربه جزاء. مبدئيا الكره مغيره اتجاهها من لعيب فريق فلامينجو، المسافه بينه وبين محمد هاني قليله جدا، محمد هاني ايده جوه جسمه مش مكبره جسمه، ما فيهاش اي تعمد من محمد هاني، وحتى ايده مش بره جسمه. فانا مش قادر افهم برضو الكره دي اتحسبت ازاي ضربه جزاء، رغم اعترافي ان غربال من احسن الحكام اللي موجوده على الساحه دلوقتي. تتحسب ضربه جزاء وتخش في الشناوي عشان تبقى النتيجه 3-2. اللهم صل على النبي. ينزل الشحات وديانج تقريبا في الدقيقه 88، ويخرج حمدي فتحي وعلي معلول. لسه يا باشا، لسه الكوميديا لسه ما خلصتش، والراجل عامل التغييرين دول عشان ينشطوا نص الملعب والهجوم عندنا، يمكن نتعادل ويجي لنا امل في الماتش ده وفي المركز الثالث. ولكن ديانج الجميل لتاني ماتش على التوالي يغلط غلطه ملهاش اي 30 لازمه، يدي الكوره لمهاجم فريق فلامينجو عشان يحط الكوره بمنتهى السهوله. اسيست جميل من اليو ديانج. يعني انت لسه نازل وفايق ومفيش حد في ظهرك، بدل ما تطلع عشان تجيب جون التعادل ترجعها تاني للمهاجم وتعمل اسيست، مفيش احلى من كده. مين بقى يحاسب على الغلطات دي؟ ويخلص الماتش 4-2 لتاني ماتش على التوالي الاهلي يشيل سكور 4، والتاني ماتش على التوالي بقول ان احنا ما نستاهلش السكور ده. اخطاء ساذجه جدا للاسف هتتكتب في السي في بتاع كولر، هيشيلها كده من غير اي 30 لازمه، الراجل ما عملش اي حاجه. يخلص الماتش 4-2 ويلا بينا على الملاحظات. الملاحظه الاولى ان ليه دايما بيحصل انهيار سريع كده، سكور وانهيار وتفك بعد ما تكون عامل شكل كويس جدا. الموضوع ده فيه شيء نفسي، في جزء بدني، بس فيه شيء نفسي في اللعيب المصري انا شخصيا مش قادر اعرفه. بس ان ده يحصل لتاني ماتش على التوالي، وما بقولش بقى قصاد ريال مدريد، ده قصاد فلامينجو فريق كبير طبعا، بس مش هقدر اقارنه بريال مدريد. لازم نشوف بقى حل لقصه الانهيارات دي. النقطه الثانيه ان الشناوي النهارده كان من اسوأ اللعيبه تقريبا على مدار الماتش كله، ولكن انا حابب اتكلم على ضربتين الجزاء. محمد الشناوي الماتش اللي فات قصاد ريال مدريد كان من نجوم اللقاء، وضربه الجزاء داخل عليه مودريتش، الراجل ثبت في مكانه. في طريقتين ان انت تصد ضربات الجزاء، الطريقه الاولى ان انت ترمي نفسك وخلاص وانت وحظك يعني، والطريقه الثانيه ان انت تحاول تبقى عندك رد فعل سريع لما الكوره تطلع من رجل اللعيب. الحقيقه قصاد مودريتش محمد الشناوي ثبت لحد ما الكوره طلعت من رجل مودريتش وقدر ينط عليها ويجيبها. ضربتين الجزاء النهارده محمد الشناوي رمى نفسه وخلاص، بالذات ضربه الجزاء الاولى كان سهل جدا ان هي تتصد. فانا مش قادر افهم ازاي حارس مرمى يغير التكنيك بتاعه في صد ضربات الجزاء بالسهوله دي. طب ما عرفش تعملها في ضربه
ضربه الجزاء الاولى يا باشا، اركز بس ثانيه واحده في ضربه الجزاء الثانيه، حتى نط عليها وما تلحقهاش، بس خد التراي. النقطه الثالثه وده حظ كولر السيء جدا، ان الراجل عمل تبديلين النهارده، هاني وديانج، والاثنين لبسوه الجونين اللي ضيعوا منه الماتش. طبعا مش هقدر اتكلم على غلطه محمد هاني لان اكيد هي غلطه مش مقصوده وسوء حظ، لكن غلطه اليو ديانج لا، لازم الراجل ده نقف معاه كده، لان اليو ديانج من زمان على فكره اللي متابع بقول ان اليو ديانج عنده مشكله في تطوير اللعب، وان هو يعمل الباص التقدمي، يعمل الباص لقدام. يعني اليو ديانج صحته ما شاء الله حلوه جدا، بيقف في ممرات التمرير بشكل كويس جدا، بيتوقع الباص وبيقطع حلو، بيخش بجسمه هايل، لكن للاسف معظم لعبه لورا، ولو لعب على الجنب يبقى كتر خيره. وعنده مشكله كمان في الباص، كتير قوي بيحصل منه ميس باصات، بالذات لو حاول يطلع بالكره على قدام. فالراجل ده محتاج يتصنفر كده، عشان هيبقى قدام نسخه من لعيب قليل قوي لما نشوفه. وعلى فكره هو لو حصل كده اكيد مش هيقعد، يعني ايه اللي هيقعده في افريقيا اصلا لو حصل له كده؟ هي العيوب اللي فيه دي هي اللي مخليها لحد دلوقتي قاعد يعني معانا. النقطه الرابعه، كولر بشكل عام قدم بطوله محترمه جدا ويستاهل الراجل ده الدعم وان احنا نقف وراه، لكن الماتش ده انا مستغرب جدا ان انت التغييرات بتاعتك بادئه في الدقيقه 88، متاخر جدا 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 في التغييرات. هو عموما بيتاخر في التغييرات، بس النهارده بالذات انا مش عارف، على الاقل استخدم الخمس تغييرات بتوعك في فتره بدري عن كده شويه. النقطه الخامسه، ان احنا كنا سمعنا ان الحوافز بتاعت اللعيبه في ماتش سياتل قبل ما الماتش يبدا كانت اتضاعفت، عشان مجلس اداره النادي الاهلي كان شايف ان النادي الاهلي لو كسب سياتل ولاعب ريال مدريد فالقيمه السوقيه بتاعت النادي الاهلي هتطلع فوق قوي، وفعلا ده حصل. انا ما اعرفش النهارده كانت ايه القصه، هل العرض ده كان لسه موجود؟ نفسيه اللعيبه كان فيها مشكله، يعني يمكن قالوا ما احنا خدنا المركز الثالث قبل كده، كان حلمنا نصعد نهائي، كان حلمنا نكسب ريال مدريد. اعداد اللعيبه نفسيا ما كانش احسن حاجه النهارده. النقطه السادسه ودي عايز اخد فيها رايكم، طريقه الروتيشن او التريح. هل من الصح ان انت تغير 6 لعيبه مره واحده وتبدا بتشكيل مش متجانس نهائيا، ولعيبه اول مره تلعب في المراكز دي في بطولة كاس عالم للأندية؟ ولا الأفضل إن أنت كنت تبدأ بالتشكيل بتاعك اللي أنت ضامنه وحافظين بعض، ولما تضمن النتيجة تسحب اللعيبة وتريحها؟ ولا إن أنت تلجأ إن أنت تعمل التغييرات في أضيق الحدود من أول الماتش، أو توازن بين الطريقتين؟ يعني أنا معرفش الحقيقة، اللي عنده يعني تعليق يا ريت يكتب. النقطة السابعة، إن مستر كولر دفع في البطولة دي ضريبة أخطاء هو ملوش ذنب فيها. غلطة ديانج مع متولي اللي فتحت ماتش ريال مدريد، اخطاء الدفاع اللي عملت سكور علينا في ريال مدريد، غلطات الشناوي، غلطة ديانج تاني النهارده، كمية الفرص المهدرة سواء من مجدي قفشه الماتش اللي فات، ولا بيرسي تاو، ولا محمد شريف، ضربة جزاء علي معلول الضايعة. الأخطاء دي للأسف أثرت على نتائج النادي الأهلي، وأنا شايف إن الراجل ملوش ذنب في الحاجات دي، هو مدرب هايل ولاعبنا كورة ويستاهل الدعم. النقطة الثامنة والأخيرة، نقفل بقى الصفحة دي، خلص كأس العالم، نرجع نبص لأفريقيا ونبص للدوري، ونحاول على قد ما نقدر ما نفرطش في بطولات السنة دي، وما تزعلوش قوي خصوصا إن هي ميدالية المركز الثالث خدناها قبل كده 3 مرات. زعلوا كل حاجه، بس ما تافوروش في الزعل، لان الانجاز اللي كان هيحصل المره دي حصل قبل كده مره واثنين وثلاثه. الافضل بالنسبه لي النهارده احمد عبد القادر، اما بالنسبه للاسوأ فهو محمد الشناوي ومحمد شريف وبيرسي تاو. في النهايه عرض لك للنادي الاهلي وجماهيره. ده كان كل حاجه النهارده، نشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده. السلام عليكم.